النهارده وزير الرياضة شخصيا بنفس ذات نفسه طلع في بيان رسمي وبيقول لمجلس إدارة نادي الزمالك يا ريت يكون في كلام مقنع يتقدم في ملف سحب الأرض لوزارة الإسكان. يعني حتى وزير الرياضة أقر واعترف إن الكلام اللي قاله مجلس الإدارة في الالتماس والاجتماع اللي قدمه والاجتماع اللي حضره مع وزارة الإسكان كان كلام غير مقنع بالمرة. الأرض دي اتثابت، والارض دي اتاخد على حسها فلوس، والارض ديت ما املهاش قائمه زي ما بيقولوا، وما كانش فيها اي تطوير. وبنأكد على الكلام ده تاني لان انا عملت فيديو قبل كده بسبب الموضوع بتاع الارض بتاع نادي الزمالك، وقلت ان كان الموضوع جاي من تراخي بالنسبه لمجلس الاداره، وقد كان. كل الشواهد وكل الدلائل بتقول ان مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك هو المتسبب الاول في ضياع الارض دي، وعدم التطوير وعدم الاهتمام وترك الملف زي تركهم لملفات كتيره قبل كده في نادي الزمالك كان هو السبب الرئيسي ان الارض دي تتسحب. دلوقتي هم محتاجين ان هم يقولوا كلام مقنع ويقدموا اي شواهد او اي بادره ان يكون في تطوير ويكون في عمل بالنسبه للارض ديت عشان يستردوها. ولازم يكون الموضوع يتاخد بمحمل الجد ان هم ياخدوا الارض دي من تاني ويبداوا فيها تطوير ويبداوا فيها المشروع على ارض الواقع ويبدا التنفيذ. مجلس اداره نادي الزمالك بعيد تاني، ومش بهدم عشان انا اهلاوي اقسم بالله ولا الكلام ده خالص. انا بقول ان مجلس اداره نادي الزمالك ده عنده اخطاء بالجمله وهفضل اقولها، لان حاجات كتير وشواهد كتير بتثبت كلامي بره عن ان انا اهلاوي او ان انا بشجع نادي الاهلي. بجد لازم الجمهور يكون عنده وعي ويكون في كلام مع مجلس الاداره ده، ويكون في مش هنقول هجوم بس على الاقل توعيه ان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مش صح، وان سقوط نادي الزمالك او هدمه او زي ما بيقولوا كده التكسير فيه بالبلدي مش في مصلحه حد ولا في مصلحه الاهلي ذات نفسه ولا في مصلحه الكره المصريه. ولازم يكون في وقفه، ولازم يكون في جمعيه عموميه، ولازم يكون في رجال اعمال تتدخل. لازم يا جماعه يكون في وقفه جديه بجد لمجلس الاداره ده. انا حبيت انوه على الموضوع تاني واتكلم فيه تاني لان بجد كل الشواهد بتقول ان يعني المشاكل كلها جت من مجلس الاداره، كان هو السبب الرئيسي في اللي حصل وفي سحب الارض من وزاره الاسكان. اتمنى يكون الفيديو فيه توعيه بالنسبه لكم، ويا رب اشوفكم فيديو تاني على خير. كان معاكم ميدو الصباغ، وباذن الله اشوفكم تاني قريب. السلام عليكم.